المقارنه دي حلوه قوي قوي قوي. الافضل ايفانو تريم ولا فات بوم؟ انا بحب المقارنات. الفرق ما بين الاثنين ايه؟ دي حاجه ودي حاجه تانية خالص. الفات بوم مجموعه الكروماكس، التولانجو سليم، اللي بيعتمد على نسبه عاليه من الكروميوم، فبيشتغل على الحرق. زي ادويه كتير جدا موجوده في السوق فيها نسبه كروميوم بنسبه، والاكرانتين بنسبه، وجارسينيا بنسبه، وكافيين بنسبه، فبيشتغلوا كلهم انهم يشتغلوا معايا على الحرق ونسبه بسيطه من سد الشهيه. هل هو وحش؟ لا مش وحش، بس ممنوع لامراض الضغط العالي، وممنوع امراض الحوامل والمرضعات او امراض السكر النوع الاول. تمام. فيها اضرار، فيها سايد افكت لو اتخذ بطريقه غلط او لفتره طويله. تمام. موجود في الصيدليات ومترخص. ده حاجه بيتجمعوا عليهم هما الاثنين، ان هما مترخصين وموجودين في الصيدليات. طيب الايفانوترين بقى ايه؟ الايفانوترين هو ماده مختلفة عن كل المجموعة دي كلها، هي نالتروكسون والبروبايون. دول مادتين مش موجودين في السوق المصري او مش موجودين تقريبا غير في الايفانوترين انتاج شركة ايفوفارم. طيب بيعملوا ايه النالتروكسون والبروبايون؟ بيشتغلوا على الناس اللي عندها ايموشنال ايتنج وشراهه عاليه للاكل، مش بتقدر توقف نفسها عن الاكل، اللي هو ايه، عايزه تنام 24 ساعه، زعلانه بتاكل، فرحانه بتاكل، على طول فاتحه الثلاجه، على طول بتطلب اونلاين. دي الايفانوترين معمول للناس دي. هو بيقدر يكنترول الناس اللي عندها جوع عاطفي وجوع غير مبرر، فهو بيشتغل ملي على الشهيه، لكن فاتبوم بيشتغل على الحرق اكتر من الشهيه. فالاثنين ما يتحطوش في مقارنه، لان ده لحاجه وده لحاجه تانية، بس ما بيتاخدوش مع بعض عشان نبقى متفقين، لان ده الايفانوتريم شديد وتقيل واعراضه الجانبيه عاليه جدا. الفات بوم مالوش اعراض جانبيه، بس الاثنين ما يفضلوش انهم يتاخدوا مع بعض. الحاجه اللي بيجمعوا عليها ان هما الاثنين مترخصين، الاثنين موجودين في الصيدليات، الاثنين لازم تاخدوا تحت اشراف طبي، بس كده.